طول عمري بقول لنفسي المظاهر خداعة. والله طول عمري، لا الوسخ بلبسه ولا النضيف بفلوسه. المظاهر خداعة، بس تعمل ايه؟ هي الدنيا كده. الاهل، الام خايفة على ابنها فعايزة تعرفه على اشكال نضيفة، بس هي خدت بالشكل، الجوهر مش شايفاه، تعرفهوش. لكن انت ده شكله لبسه. المظاهر خداعة يا جماعة. ياما شيوخ بتقون بيتاجروا باسم الدين، زي بالظبط اللي لابسين بدل وماشيين ينصبوا على شوية مغفلين. هي المظاهر خداعة. الايد الشقيانة تكسب. اوعى تستعر من ايد شقيانة. اوعى يكون حد بيصلي جنبك وانت لابس بدلة وتستعر منه عشان هو داخلك بلبس الشغل، عشان انت ما تعرفش هو قيمته عند ربنا عاملة ازاي. انت داخل تشكر ربنا على النعمة اللي انت فيها، هو داخل يطلب من ربك سبحانه وتعالى. فاوعى تقول انه داخل بلبس معلوش القيمة فتبعد عنه وانت بتصلي او تستحقره، لانه قيمته عند ربنا الله اعلم اذا كانت اعلى منك او تناسبك. انا اعرف واحدة ست كبيرة، عميلة من العملاء اللي بشتغل معاهم، بس هي ست كبيرة ربنا يبارك لها في صحتها وعافتها. كانت بتطلع الصدقات عن طريق الشيء اللي هي بتشتريه. يعني لو نازلة تجيب خضار تنزل بالعربية وتجيب الخضار بنفسها وتنزل أقرب مكان ليها في منطقة شعبية، رغم إن هي قاعدة في منطقة مودرن شوية، زي هنقول مثلا قاعدة في التجمع، وبتنزل مثلا تجيب من أقرب منطقة شعبية قريبة منها علشان خاطر تراضي البياع اللي بيبيع الخضار. ولو دخلت ورحت أماكن تانية هتلاقي ان في ناس بتفاصل مع اللي بيبيع شراب في الشارع وبيبيع حزمة جرجير، يقول لها الحزمة بقد كده فهي تفاصل معاه. يا جماعة الموضوع لا ليه دعوة بغنى ولا بلبس ولا بشكل خارجي، القصة كلها في الجوهر. والله خلوا جوهركم من جوه نضيف، هيظهر وهيبان.